بتدوري على فكرة غدا سهلة وسريعة وبسيطة من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك؟ تعالوا نعمل أحلى وألذ غدوة صيامي حرشة جدا وتفتح النفس قوي. يشرفني طبعا متابعتك لو لسه أول مرة بتشوفيني. أنا اسمي ريم ودي قناتي. عندي هنا نص كيلو من البطاطس، ولو عندك ربع كيلو بطاطس حبيتين بس هينفعوا جدا. مسكت البطاطس دي غسلتها كويس قوي تحت الحنفية وسلقتها كده في مية وملح. سلقتها حوالي ساعة الا تلت او ساعة الا ربع. انا هقشر البطاطس ديت واشيل القشرة الخارجية اللي عليها. هنا حباية واحدة من الفلفل الرومي البارد، وبصلاية كمان واحدة متوسطة وممكن كمان صغيرة، حباية واحدة من الطماطم المبشورة وشايلة منها القشر، معلقة متوسطة كده من الصلصة وممكن معلقة صغيرة. والصلصة هنا بتلعب دور حلو قوي في لون الوصفة دي. لو حابين تشيلوها مفيش اي مشكلة. نص كوباية من الزيت حوالي 5-6 معالق، زودوه قللوه مفيش اي حاجة. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكزبرة على الكمون. هقشر البطاطس بتاعتي وابتدي ان انا اهرسها وهسيبها على جنب. بتاع الفلفل بتاعي سمسم صغير او مكعبات صغيرة. البصل نفس الكلام، ممكن تفرموه في الكبة وممكن كمان على ايديكم. هرست البطاطس بتاعتي بالشكل ده، ممكن تهرسوها بالشوكة او بالهراسة اي حاجة او بالكوباية، اي كوباية شاي كده بالطريقة العادية القديمة جدا بتتهرس معاكم بكل سهولة. بنها طبعا خشنة او ناعمة مفيش مشكلة. فرمت البصل بتاعي في المفرمة بالشكل ده، برضو حجمه متوسط. الطاسة عندي على النار، هنزل بنص كوباية من الزيت حوالي 5-6 معالق. بعد 3 دقايق من التحمير هنزل بعد كده بالفلفل واديله تشويحة مع البصل. النار تكون متوسطة تحتها وميلة كمان للهادية عشان ياخد وقته في التحمير كده. بالطماطم المبشورة طماطمية واحدة بس، كمان معلقة كبيرة من الصلصة وممكن معلقة صغيرة، ممكن تستغنوا عنها مفيش مشكلة. اقلب واشوح كده كل الكلام الحلو ده حوالي دقيقة ولا 2، وهنزل بنص كوباية مية واسيبهم يتسبكوا على النار. نص معلقة من الكزبرة على الكمون ونص معلقة ملح، وهزود نص كوباية مية او كوباية مية واسيبها تغلي وتتسبك. كوباية مية واحدة من كوبايات اللي هي الشاي، اللي هو المج الشاي العادي. هسيبها تغلي 10 دقايق ونشوف. سبكوا الطماطم بتاعتكم حوالي 5-6 دقايق على النار. عاوزاها توصل للقوام اللي شايفينه ده. شايفين بقى لما ننزل عليها بالبطاطس المهروسة هتنقلها في حتة تانية. عاوزين تخلوا فيها صوص شوية او تنشفوها خالص، دي حاجة ترجع لكم. انا بحبها وسط كده تمام. وهنهدي النار وندي بقى تقليبة حلوة للكلام ده. البطاطس بتاعتي بكمل الهرس بتاعها بالهراسة كده. بعد ما انزل بيها على الخلطة الحلوة دي بديها هرستين 3 اتأكد ان هي ناعمة وبيوريه جدا جدا. اطعم والذ سلطة بطاطس ممكن تعملوها. فين بقى النقلة دي بتوديها في حتة تانية. رشة بقدونس وكزبرة خضرة كده على الوش بتفرق قوي في الطعم وكمان اللون والريحة. تنفع معاكم غدا وكمان عشاء، وتنفع لفطار يوم الجمعة. حاجة لذيذة جدا، أكلة سحرية بجد، هتعتمدوها كل مرة من سهولتها. طعمها لذيذ قوي وتفتح النفس جدا. في 5 دقايق كده حضرتوا أحلى غدا، سهلة وحرشة وتفتح النفس قوي. تنفع معاكم الاستندوتشات، خطيرة بجد، هيفوتكم كتير لو ما عملتوهاش بنفس الطريقة. أكلة على قد الإيد وتنفع على آخر الشهر معاكم.